السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الحياة السهل مع حياة. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وأتم الصحة والعافية، مع إشراقة يوم جديد، فيديو جديد إن شاء الله حول النباتات التي يمكن زراعتها في فصل الشتاء، رغم أن الكثير من الناس يعتقد أنه لا يمكن زراعة النباتات على الشرفة أو الحديقة في فصل الشتاء، وكثيرا ما نجد أسس النباتات وأواني النباتات فارغة في الشتاء، ولكن هناك العديد من النباتات الصالحة للزراعة في الشتاء الموسم وتتحمل الظروف الباردة. يلا هانتوما معايا اللي مهتم بالموضوع نبقاو نتعرفوا على اغلبيه هذه النباتات التي تتحمل البروده. ولكن قبل ما نبداو نتمنى الى عجبكم الفيديو ترفعوا لاكبر عدد من اللايكات، وكذلك بالبارطاج في مواقع التواصل، والناس اللي اول مره يزوروا القناه يضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش ينضموا لعائلتنا. يلا هانتوما معنا. أول نبات نبدأ به هو نبات الأليسم أو زهرة الملكة. يضم جنس هذا النبات 5 أنواع، منها ما هو دائم ولكن أغلبها نباتات حولية تعيش لموسم واحد هو الشتاء. أزهاره متعددة الأنواع، فمنها الأبيض والأحمر والبنفسجي، وتبقى الأزهار لفترة طويلة نسبيا تقدر بشهر ونصف تقريبا، جاذبة للنحل، تقبل الزراعة في الأحواض والعناية بها سهلة. نبات فم السمكة أفضل اختيار في فصل الشتاء. نبتة سريعة النمو، دائمة إنتاج الزهور طيلة السنة، ينمو بشكل جيد في المناطق الأكثر برودة، وتميل إلى الموت عندما يكون الجو حار. عند ارتفاع درجة الحرارة ضروري من نقل النبات إلى مكان محمي لكي يستمر في النمو. القرنفل هو نبتة معمرة صبورة غنية عن التعريف. أكثر شيء يميزها هو رائحتها فيها، وكذلك أنواعها أكثر من نوع ألوانها. غنخلي لكم في البطاقة أعلاه فيديو عن القرنفل، كيفية التكاثر والعناية به في البيت. ملفوف الزينة هو نبات حولي ورقي جميل بألوانه الزاهية، البنفسجي، الأصفر، الأبيض، الوردي، وكذلك الأخضر. سبحان الله، كلما اشتد البرد إلا وازداد جمال. لا يتحمل الصقيع وكذلك البرد. نبات شتوي بامتياز، وكلما ارتفعت درجة الحرارة إلا وتغير شكله للأسوأ. ممكن زرعه في الحدائق مباشرة، وكذلك ممكن زرعه في أوعية، فمنظره رائع في الشتاء. الجزانيا نبتة المبتدئين، نبتة سهلة العناية، سهلة التكاثر، سريعة، لا تتطلب عناية خاصة. يكفي أنك توفر على شتلة واحدة تملئ لك الحديقة بأكملها. تتكاثر بواحد السرعة فائقة، تتوفر في عدة ألوان، الأبيض، الزهري، الأحمر، البنفسجي،
الأصفر بكل درجاته، كذلك الأحمر بكل درجاته. صراحة فيها اختيار كبير. نبتة الجزانية هي النبتة اللي تنصح بها جل المبتدئين في زراعة النباتات. غنخلي لكم اعلى فيديو تيتكلم على الجزانية وكيفية العناية بها في البيت وكذلك تكاثرها. صراحة أول مرة نتعرف على هذا النبات في إطار البحث في هذا الموضوع، وتارني الشكل ديالو. هو نبات الخربق، حتى الاسم ديالو متميز. دائم الخضرة، معمر، بأوراق سميكة وزهور طويلة الأمد. هناك العديد من الأصناف وكذلك الألوان تتراوح ما بين الزهري والأبيض والوردي وكذلك الأسود. يفضل الظل الجزئي إلى الظل الكامل. هو نبات شتوي بامتياز. زهرة المنطور أو دي غوفل هي نبتة حولية تظهر أزهارها في فصل الشتاء، وهي زهرة ذو أهمية كبيرة وكثيرة الانتشار في الحدائق. لها رائحة عطرية مميزة تخرج منها عند الغروب. تضم أكثر من 50 نواة. نبات شتوي بامتياز ذو أزهار نجمية ذات بذرات عطرية تتفتح عند الغروب، غنية بالألوان منها البنفسجي والزهري والأزرق والوردي وكذلك الأحمر. تتحمل الصقيع وتعطي أزهار طيلة فصل الربيع. اللؤلؤة الزرقاء أو أفريكان دايزي نبتة سريعة النمو لا تحتاج إلى عناية كبيرة سوى الري المعتدل. إصابتها بالآفات قليلة. تجنبها شمس الظهيرة بالمناطق الحارة. نبات مزهر معظم السنة. ارتفاع الحرارة الشديد يضعف نموه. ضروري من نقص الزهور الدابلة باستمرار لتحفيز على التزهير، والتكاثر يكون بالعقل وكذلك بالترقيد. أزهار البونسي من الحوليات الشتوية التي تكمل فترة حياتها خلال عام واحد. هي من النباتات التي تتميز بجمال ألوان أزهارها والتزهير الغزير. ليس لها رائحة مميزة ومتعددة الألوان، ويتم التزهير في فصلي الشتاء والربيع. وضروري من التخلص من الأزهار الدابلة باستمرار لتحفيزها على الإزهار. وطول نبتة البونسي قصير، يتراوح ما بين 15 و 20 سنتيم، فلهذا يتم غرسها في الأحواض الأمامية للحديقة أو في الأوعية الأمامية. نبات الأقحوان
المشهور باسم الأراولا أو الكريز. موطنه الأصلي اليابان والصين. له أنواع كثيرة، أكثر من 30 نوع. يزهر في الشتاء والخريف. يعتبر من أزهار القطف. عناية به سهلة، سوى يتطلب السقي وكذلك الترطيب خلال فصل الصيف. يتكاثر بالخلفات والعقل الساقية وبواسطة البذور. بخور مريم أو قرن الغزال سيكليما تتعدد الأسماء، ولكن الزهرة واحدة. تتميز بشكلها وأوراقها القلبية الشكل. نبات خارجي بامتياز، صبور، محب للأماكن الظليلة والضوء الساطع. لا تحب أشعة الشمس المباشرة. زهرة تتحمل البرودة والصقيع وتحترق بشمس الصيف. نتمنى من كل قلبي إذا عجبكم الفيديو ترفعوه لأكبر عدد من اللايكات وبالبارتاج في مواقع التواصل. وكذلك بالنسبة للناس اللي أول مرة يزوروا القناة يضغطوا على زر الاشتراك والجرس ينضموا لعائلتنا.